انتوا عارفين ان حواوشي الفراخ ألذ بكتير من حواوشي اللحمة؟ لو عايزين تعرفوا ليه تابعوا معايا الفيديو للآخر. اول حاجة في الكبة هنزل ببصلتين متقطعين مكعبات، عليهم شوية من الفلفل الاحمر والاخضر برضو المتقطع مكعبات، كمية حسب الرغبة. هفرم كل حاجة مع بعض في الكبة كويس جدا لحد ما الخضار يتفرم. بعد كده هنزل عليهم بنص كيلو من صدور الفراخ متقطعة صغير، او ممكن كمان نزود وراك فراخ. عندي ملح وفلفل بابريكا توم وبصل باودر ورشة من الكزبرة، معلقة كبيرة من البقسماط تمسك لي كل حاجة. وهخلطهم كمان مرة لحد ما الصدور تتفرم وتختلط كمان مع الخضار وكل حاجة تدخل مع بعض. كده خلطة الحواوشي بتاعتنا بقت جاهزة. نجيب العيش البلدي بتاعنا، بنفتحه من الجنب وناخد جزء من الحشوة ونوزعها كويس بايدينا بالشكل ده. في المرحلة دي لو عايزين تفرزوه تقدروا تفرزوه هو بالطريقة دي. نجيب الطاسة بتاعتنا فيها حبة صغننين كده من الزيت، تسخن كويس جدا وبنزل فيها برغيف الحواوشي. هياخد دقيقتين تلاتة على كل جنب لحد ما يبقى لونه ذهبي وكريسبي ومقرمش، وكمان الخلطة تستوي من جوه. سووا كل الكمية بنفس الطريقة. جهزوا السلطات بتاعتكم بقى وكل الصوصات اللي انتوا بتحبوها مع رغيف الحواوشي، يتاكل سخن وقدموه. بجد لازم تجربوه، واحدة من ألذ وصفات الحواوشي. يا رب تكون عجبتكم، وبس كده.